بعد مرور 3 أشهر على اختفائه. العثور على جثمان المفقود الكويتي مبارك الرشيدي في كونتينر ملفوفا بسجادة، والصحفي أبو طلال الحمراني يكشف تفاصيل مقتله. وفي التفاصيل كتب أبو طلال الحمراني عبر حسابه في تويتر: اختصار السالفة في مصر كان يتعاطى مع المتهم حسن في عزبتهم، ودخل عليهم مبارك علي الرشيدي وغضب، فقام حسن بضربه بقطعة حديد وقتله، وطلب من المصري أن يخفي الجثة بعد لفها برواق الخيمة والذهاب بها إلى بر السالمي. وتابع في تغريدة أخرى: طلب المتهم حسن من المصري الهروب إلى بلده، وبعد رصد رجال الأمن الرسائل بينهم تم مخاطبة السلطات المصرية وانطلاق الفريق الأمني الكويتي إلى القاهرة. تم ضبط المتهم واعترف على موقع إخفاء الجثة داخل عزبة في بر السالمي. وكان قد أعلن شقيق المفقود الكويتي مبارك علي الرشيدي الذي اختفى قبل نحو 3 أشهر أنه تلقى اتصالا من الجهات المعنية أبلغوا فيه بالعثور على جثمان شقيقه مبارك. وذكرت وسائل إعلام كويتية أنه تم العثور على جثمان الشاب الراحل في كونتينر بمنطقة السالمي ملفوفا بسجادة.